وتاني وتالت ورابع، انا عمري ما هاجي على لعيبه منتخبنا الوطني، عمري ما هاجي عليها، لان انا شايف في الملعب هم موتين نفسهم ازاي في ارضيه الملعب. بس الحقيقه الخلل في المدرب، الخلل في المدرب. فيتوريا راجل يشعر بالتغريبه، لديه سيره ذاتيه قويه لا شك في ده، لكن لما تيجي تتكلم على مستوى منتخب مصر، الراجل شاعر بالتغريبه، في غربه وهو بيتفرج على الملعب والملاعب في افريقيا، في خضضان من الماتش الاولاني من موزمبيق، في عدم نجاح في توظيف اللعيبه، في افكار مبتوره لم تكتمل، في حاجه نص سوا احنا شغالين عليها بقالنا فتره مش عارفينها هتستوي امتى. لذلك ما اراه هو انه خلل من الاداره الفنيه، وكنت مع كل مباراه من المباريات كل اللي بتمناه انه يحصل تعويض او معالجه لهذا الخطا او هذا الخلل خلال البطوله، لان طبعا زيك ان احنا ناخد البطوله دي. خد بالك مفيش حد قصر من البلد دي، لا شعب ولا دوله، محدش قصر. المنتخب اتعمل له افضل احسن حاجه، تشجيع مفيش ما بعد كده. كنا بنلوم على الناس ليه منتخب مصر وليه ما اعرفش كذا، الناس اول لما حست بخطر بطوله الامم الافريقيه كله جري، كله بقى ورا المنتخب. لكن ايه رايك النهارده؟ اوعى تفتكر انه السياسات العشوائيه المستمره نتيجتها باي حال من الاحوال هيبقى انك تنجح. لا 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 لا، انت فاهم غلط. انا مش هينفع اتساوى بالفرق اللي شغاله صح. لا 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 لا، مش كفته. لا، انت فاهم غلط. ما كانش حد غلب والله، مش هينفع. ما هو هيبقى في حاجه مش مظبوطه. ده احنا انا بامانه يعني لما كنت بقعد اتكلم مع الناس اقول لهم عشان نوايا الناس الطيبه الغلبانه اللي في مصر، عشان اجتهاد لاعيبتنا. لكن بهذا الخلل وهذه العشوائيه المفرطه المبالغ فيها احنا بنخرج من دور ال 16. ده احنا بص والله السيناريو بالظبط كده. 2019 اسوأ اداء لينا مع مدير فني، اسوأ اداء لينا مع مدير فني كان اجري، ثم كسبنا. كانت اللعيبه ساعتها كانت زعلانه من الجمهور، ولما بيجيبوا جون يقولوا لهم كده. ثم العلامه الكامله والناس بتقول لنا، انتوا عايزين مننا ايه؟ كده انتوا عايزين كده من فوق كده، انتوا عايزين مننا ايه؟ فيا جماعه الاداء ده مش مطمئن، احنا هنطلع بره، هنطلع قدام. ما كملناش الكلمه، لعبنا منتخب بيرسي تاو. كان تاو ده بقى ايه؟ بيطلع من تحت الارض يلعب ناحيه اليمين كات. مشي اتحاد الكوره ومشي اجري ومشي كل الناس. هل احنا اتعلمنا حاجه؟ عد على صابع ايديك 20 21 22 23 24 5 سنين نفس السيناريو بيتكرر. ولما يتكرر اخفاق اعرف انه العيب في المنظومه، العيب في كيفيه الاداره، لكنه عمره ما هيكون بالشكل ده. انا بحاول انتقي الكلام اللي بقوله، بس حاله الحسره والخنقه اللي عندنا دي لا تطاق. حد يقول لي بالله عليكم هذا المنتخب وما تم تقديمه له من دعم، احنا ما نستحقش ان احنا نكسب بطوله الامم الافريقيه دي؟ هي فين المنتخبات اللي احنا لعبناها؟ لعبنا مين يا جماعه؟ موزمبيق؟ غانا في اسوأ نسخ ليها، اسوأ نسخه ليها على الاطلاق. ها لعبنا مين؟ كاب فيردي؟ ها فين الاسماء اللي احنا لعبناها؟ لعب الكونغو الديمقراطيه. انت عارف غينيا النهارده، غينيا مطلعه غينيا الاستوائيه. انت عارف ان انت سيناريو وصولك للدور نص النهائي ده زي السلام عليكم، تكسب الكونغو، لكنه عمره ما هيكون بالشكل ده. انا بحاول انتقي الكلام اللي بقوله، بس حاله الحسره والخنقه اللي عندنا دي لا تطاق. حد يقول لي بالله عليكم هذا المنتخب وما تم تقديمه له من دعم، احنا ما نستحقش ان احنا نكسب بطوله الامم الافريقيه دي؟ هي فين المنتخبات اللي احنا لعبناها؟ لعبنا مين يا جماعه؟ موزمبيق؟ غانا في اسوأ نسخ ليها، اسوأ نسخه ليها على الاطلاق. ها لعبنا مين؟ كاب فيردي؟ ها فين الاسماء اللي احنا لعبناها؟ لعب الكونغو الديمقراطيه. انت عارف غينيا النهارده، غينيا مطلعه غينيا الاستوائيه. انت عارف ان انت سيناريو وصولك للدور نص النهائي ده زي السلام عليكم، تكسب الكونغو ده بقول لك ده سيناريو قدري. ده انت لو متفصل لك يا اخي مش هيبقى كده. فانت تقوم كسبان الكونغو. انا متخيل، انا كل اللي كان بيقول لي كده اقول له النهارده نكسب الكونغو 3 عشان احنا اتعلمنا من الاخطاء اللي فاتت. روح للمباراه اللي بعدها، مفيش للاسف مباراه بعدها. اجي لك انا زي ما انت متعود معايا كده، اجي لك انا من فين؟ من المستقبل. قال انا صايع يعني وباجي لك من المستقبل. ها؟ والمستقبل بالنسبه لنا احنا في الكوره في مصر هو اعاده للماضي. فايه اللي بيحصل؟ ها؟ ايوه قول لي، ايوه ايه اللي بيحصل؟ مشوا فيتوريا، مشوا المدير الفني. هو سبب هذا الاخفاق. هو لوحده؟ هو بس؟ هو خلاص كده؟
هو اتعشت؟ هو هنروح ننام ننا وهو نصحى الصبح خلاص كده احنا متعشيه؟ هو ايه يا جماعه؟ اذا لم يكن هناك حساب، والحساب ده احنا اللي هنعمله مش حد تاني يعني، عشان بس الحساب ده احنا هنعمله بالورقه والقلم، بكل حاجه فاتت وبكل حاجه جايه. انا بدي لك كل اللي انا بقوله لك ده كده من على طرف المعلقه، من على طرف المعلقه، انما بكره يوم الحساب. البرنامج ده بكره هيبقى يوم الحساب، مش هيبقى حاجه تانيه. انا ما وريش حاجه، انا ما عنديش حاجه يعني. وزي ما حضراتكم عارفين اننا شغالين على الله، والله العظيم على الله. وانا عارف كويس ان طولها زي عرضها، الحمد لله، لا محسوب على حد ولا محسوب على حاجه. لو هتحسب على الناس اللي في الشارع، لو هتحسب على بلدي. انما اي حد عايز يحسبني على اي حاجه تانيه هو حر. هذا الاداء المخزي تاني لا احمله للعيبه فقط، لعيبتنا ادت ما عليها، لكن للاسف ما كانش فيه سيستم من مدير فني. هذا الاخفاق المخزي والخروج يبتدي، مش بكلمك على 120 دقيقه وركلات ترجيح من نقطه جزاء وخروج من البطوله، ما بكلمكش على كده. انما بكلمك على 4 ماتشات، 4 ماتشات من اسوأ النسخ اللي احنا ممكن نشوفها. اصعب حاجه في الشغلانه دي دلوقتي هي اللي انا فيها دي دلوقتي حالا، ان انت يبقى عندك كم من المشاعر كمشجع وكمواطن، والمفروض كمان ان انت تنتقي كلامك عشان انت مذيع على الهواء مباشره وامام الناس. بس اقسم لكم بالله ما في حرق الدم اكتر من كده. اقسم بالله انا كاني عايش سيناريو 2019 تاني بنفس تفاصيله، هو لا زياده ولا اقل. روح ويلا بينا بالصلاه على النبي. احنا المنتخب الوحيد اللي ما كسبش ماتش في ال4 ماتشات اللي لعبها، 3 تعادلات، ثم اديك انت شايف الماتش كان عامل ازاي. ده انا حاسس ان احنا بنلعب منتخب فرنسا. يعني انا لو قال كده هو احنا بنلعب الارجنتين يا جماعه؟ في ايه يا اخوانا؟ الماتش سهل وفي المتناول، وفرقه الكونغو ما هياش الفرقه يعني. انا شايف حاجه انت حضرتك مش شايفها؟ يعني انا عمال اتفرج على الماتش، عمال اصبر نفسي يعني يعني طب ما هو اصل هتمشي ازاي؟ ما هو اكيد احنا في حاجه احنا مجهزينها، اكيد في تريكه، في مفاجاه احنا هنعملها، اكيد في حاجه هتحصل. بس احقاقا للحق احنا ما عندناش اي حاجه في اي حاجه، بالصلاه على النبي احنا ما عملناش حاجه في اي حاجه عشان خاطر نستحق عليها ان احنا نتاهل او نكون مبسوطين. اولا واخرا احنا منظومه كلها ماشيه غلط. عايز تدخل معطيات غلط تطلع نتائج صح ازاي؟ موازين العدل تتقلب. ما انا بسعى وغيري بيسعى. هل اللي انا تحركاتي دي بالشكل المنعكش ده هل ده سعي؟ ده مش سعي، ده عك، ده عجن. ده احنا عجلنا لما قلنا بس كم من الاخطاء اللي الواحد عمال يلصمها يمين وشمال ونحط ايدينا على بقنا علشان بس نعدي الليله. انما انت عايز تتفرج؟ ده شكل منتخب مصر بذمتك يا شيخ؟ بذمتك يا شيخ؟ رايحين نلعب موزمبيق نصيطها، نروح نلعب غانا اسوأ نسخ لغانا على الاطلاق، صيط يا باشا بالعافيه. راح تلعب كاب فيردي، كاب فيردي مريحه 7 لعيبه، 7 لعيبه قاعدين على الدكه، وبيلعبك بالشباب بالصف الثاني، واحنا بالنت. احنا لعيبه جدعان، رجاله بتجري ورا الكوره بس. وعايز اقول حاجه احساسي يعني، لعيبه منتخب مصر مظلومه، احنا ما كانش عندنا سيستم. العيب في المدرب مش في اللعيبه. انا اسف ان انا بقول لك كده، بس انا شايف قدام عيني لعيبه منتخبنا الوطني مموتين نفسهم بس ما بيتحركوش جوه سيستم. للاسف انا مش شايف حاجه اقدر اقول عليها ده شغل مدرب، مش شايف. هات كل لعيب في المنتخب، اي لعيب كله بذل ما عليه. حتى النهارده محمود حماده اللي الناس هتشيله الليله قسما بالله ما بتاعته، الراجل داخل خايف يا جماعه، خضوض، شاف الكره اترهق. يعني ما واحد انت بتلعبه في ليفل الوحش، انت شفت هو داخل يلعب ضربه الجزاء عامل ازاي، وشه اصفر الوان. تعال افرجك على الجون اللي فينا عشان تدرك مدى قله التركيز. انا لو جبت لك احنا دخل فينا 7 اجوان، حزن، حزن قسما بالله حزن. والاجوان اللي احنا جبناها اتفرج عليها، انا عايزك تراجع الاجوان اللي احنا جبناها، هي اهداف من بسم الله الصلاه على النبي، على الله ان شاء الله. اتفرج يا باشا. انا هنا لومي كله على لعيبه. ازاي لعيبه منتخب مصر في الليفل ده، انت بتلعب في الليفل ده والكوره طلعت اوت، رايحين يشاوروا للحكم، ثم بعديها اللعيبه الانعم وادلس اللعيبه رايحين يقولوا له، والناس اللي على الخط روح بص على الفار. فار ايه يا اخوانا؟ فار ايه؟ مال الاوت بالفار؟ هي حالات الفار فيها حالات الفار من ضمنها الكوره طلعت اوت ولا لا؟ رايحين نعمل ايه احنا؟ ما نركز في الكوره ونلعب على الصفاره زي خلق الله، ده احنا منتخب مصر. اتفرج يا باشا، ده جون بلوشي، جون بلوشي. هل انا مكتوب عليا انا كمشجع لمنتخب مصر اقعد ال4 ماتشات كل ماتش اتاخر واقعد ارجع قدام موزمبيق بس بسم الله الرحمن الرحيم ابتدينا؟ هل انا مكتوب عليا كده؟ هل احنا مكتوب علينا الشقه يعني؟ شكلنا ما يديش ان احنا ينفع نتفرج على ماتش كوره؟ هل منتخب الكونغو اللي انت شفته النهارده ده منتخب مرعب؟ منتخب عادي، عادي جدا.
الم الفرقه اللي موجوده دي بالصلاه على النبي، بس يبقى معانا دماغ ونكسب. انا لم ولن اقلل من لعيبه منتخبنا الوطني، عشان بس تبقى يعني واضحه وصريحه. احساسي وشعوري وما قدموا اللعيبه ان هم لم يدخروا جهدا. حتى بقول لك اللعيب محمود حماده اللي الناس هتشيل له الليله النهارده مش بتاعته. مدرب فجاه مره واحده قرر ان هو ينزله في الماتش ده. طب انا هقول لك على حاجه، بص كده وركز معايا. سؤال كل واحد دلوقتي قاعد في البيت بيساله، ايه اللي خلى ابو جبل يروح يلعب ضربه الجزاء الاخيره؟ عارف ليه ولا لا؟ بص انا ما راجعتش المعلومه، بقول لك من اللي انا شايفه. انا ما راجعتش المعلومه. عد عدد لعيبه منتخب مصر بالبطاقه الحمراء اللي احنا اخذناها، احنا كنا بنلعب 10، في لعيب واحد ما شاطش، مهند لاشين. انا سبت مهند لاشين ال4 ماتشات ما بلعبوش، وجاي انزله في الاكسترا تايم وانا داخل على ضربات الترجيح، وما هنش على حد يقول له على الدكه خد بالك مهند ما بيلعبش ضربات ترجيح، علشان مهند ضيع ضربه جزاء قبل كده مع المنتخب، ونفسيا مش هيروح للكره دي لو اسامه انطبقت على الارض. هل ده طبيعي يا جماعه؟ هل ده طبيعي؟ هل وانا شايف كل ده طبيعي؟ هذه المنظومه بالكامل آن الأوان أن يحدث فيها تعديلات. أنا قلت من أول يوم سيكون هناك كشف حساب للكل وبلا أي استثناء. إحنا كل المعجنة اللي فيها دي بسبب كل الأخطاء الإدارية اللي إحنا تعرضنا لها. أخطاء إدارية لا حصر لها في كل شيء وأي شيء. تحب أجيبها لك من فين؟ أجيبها لك من فين؟ عايزني أجيبها لك من فين؟ أجيبها لك من الإدارة بتاعت المسابقات، ولا أجيبها لك من الأزمة بتاعت محمد صلاح، ولا أجيبها لك من شكل التيشيرتات اللي الواحد حاطط لسانه جوه بقه ومش عايز يتكلم؟ اتفرج على تيشيرتات منتخب مصر، اول 5 دقائق المنتخب الوحيد اللي التيشيرت بيقوم لازق في اللعيبه. روح اسال يا باشا، روح اسال. قال لك ان التقنيه المستخدمه في التيشيرتات لابد ان تكون معالجه كيميائيا باعلى درجه واعلى مستوى. احنا بنلبس اقل خامه، ما هنش علينا واحنا بنتعاقد نروح يا جماعه صباح الخير والنبي يا جماعه احنا ده بيبقى قماشته ايه في ايه عشان نلبس زي الناس، عشان يبقى شكلنا كويس. انت اللعيب بتاعك، وخد بالك ده جزء من المفروض راحه اللعيب في الملعب. انت لعيب الكوره عندك، لعيب منتخب مصر بعد اول 5 دقائق ميه اكنه طالع من حمام سباحه. شوف كل المنتخبات اللي اعتريش رطوبه، شوف كل المنتخبات اللي لعبت. طب اقول لك على حاجه، المنتخبات اللي لابسه نفس الماركه شكلها مش زينا يا بيه. ما فيش اي حاجه، التفاصيل مش موجوده. الواحد بقول لك عمال يشوف حاجات وساكت. موضوع محمد صلاح، مين اللي لبس محمد صلاح كل القصه دي كلها على بعضها؟ اقعد تقصي. انا شغلتي، انا راجل صحفي قبل ما اكون مذيع، شغلتي تقصي حقائق. اقعد بقى شوف القصه دي اتعملت ازاي. هل انا لو انا عندي اداره وعندي اتحاد قوي وعندي ناس تعاملت بشكل قوي مع الملف ده، يبقى اتكلم من الاول يورجن كلوب واتكلم ليفربول. احنا يا جماعه هنطلع كلنا في نفس التوقيت اعلان للحاله بتاعه محمد صلاح، وهنتكلم فيها بشفافيه مع الناس ونقول لهم. وقبل ده كله، انا اول ما اتصاب محمد صلاح ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل اول ما اتصاب محمد صلاح؟ قلنا محمد صلاح ماتشين، انا وانت وكل الناس اللي في الشارع مستنيين محمد صلاح بعد ماتشين. فانا وانت عشمنا ان محمد صلاح بعد ماتشين هيكون موجود معانا. فجاه انا وانت ما عندناش اي معلومه، انا وانت بنتفاجئ ان في مدرب اجنبي طالع بيقول شايفين اللعيب بتاعكم ده بتاع منتخب مصر معايا اهو. كل الناس حست بالايه؟ احنا بنحب منتخب مصر وبنحب محمد صلاح. حسينا انه في حاجه، فكل الناس زعلت وكل الناس غضبت. لكن هذه الاداره السيئه هي ما سلمت محمد صلاح للناس وغضب الناس. انا لو من محمد صلاح بدل ما ابقى زعلان من الناس اللي زعلت مني بالعشم، ازعل من المسؤولين اللي سلموني للناس. انا هقول كلام انا بقى عشان انا بقى خلاص بصراحه يعني ازعل من كده. انا بيه من اول مره المفروض بعد ما محمد صلاح يحصل وتنزل التنويه الاولاني ان عنده اصابتين، اللي عنده اصابه هيقعد ماتشين، او منزل اقول مساء الخير يا جماعه بيان رسمي اصابه محمد صلاح من 21 ل 28 يوم، واحنا جاري العمل على كل شيء وتنسيقات مع ليفربول. ثم ابقى بقوه الاتحاد وبقوه المنتخب وبقوه المشرفين على المنتخب وابعت للناس احنا هننزل بيان، احنا كاتحاد كوره لان اللاعب في حوزتنا في اجندتنا، احنا هننزل بيان هنعلن فيه كل شيء وهنقول للناس ان حصل تشاور ما بيننا وما بينكم لمصلحه اللاعب ولمصلحه منتخب مصر. لكن كل الخطوات دي ما حصلتش، وكان بناء عليها ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ خناقه كبيره وموجه عاليه قسمت الدنيا كلها. ليه؟ علشان التعامل الخاطئ. واكمل لك، اصل ما هو انت بص ده الملفات لو اتفردت البطوله انا ما وراناش حاجه، انا ما وريش حاجه النهارده بكره ما يعني ما عنديش اي حاجه، قاعد فاضي حدث ولا حرج. انا النهارده عمال اتفرج على اداء منتخب مصر خلال كل الماتشات اللي احنا بنتفرج عليها، حد يقول لي جمله واحده انا وانت نتفق عليها فنيا، جمله واحده فنيا. حد يقول لي شكل في الملعب، طب انت حسيت شكل في الملعب؟ انا اول مره اشوف منتخب بيلعب بطوله عرض الملعب. انا من اول يوم انا عمال اقول يا جماعه انا اول مره اشوف منتخب بيلعب بطوله عرض الملعب. بيلعب بطوله عرض الملعب، فين الشكل يا جماعه؟ مفيش شكل. فين الاداء يا جماعه؟ مفيش اداء.